لما محمد رمضان قدر يقنع ميشيل أحد إنه يشتري منه عربيتين، الدنيا اتقلبت وقتها، عشان معروف إن ناس كتير جدا حاولوا يشتروا منه عربيات وكمان عرضوا عليه تمن أغلى من تمنها بكتير، لكن عمره ما كان بيوافق. فاشمعنى يعني محمد رمضان؟ ميشيل أحد صاحب أشهر جراج في مصر، معروف إنه بيحب يقتني العربيات النادرة والغريبة من ماركات كتير مختلفة، واللي أي حد مهتم بالعربيات يحلم بس يعدي من جنبها، لدرجة إن الناس كل فترة كده بتحب تروح عنده الجراج عشان تتصور جنب أسطول العربيات اللي عنده. لكن ده مش معناه إنه من عيلة غنية ولا حتى اتولد وفي بقه معلقة ذهب. ميشيل طلع السلم سلمة سلمة زي ما بيقولوا. ابتدى تاجر أدوات كهربائية على قده كده في محل صغير في اسكندرية، وبعدها فضل يشتغل ويكبر في شغله لغاية ما وصل إنه يبقى صاحب مصانع وتوكيل بيتيتشينو في مصر. لكن بعيداً عن كل النجاح اللي حققه في حياته، بس ميشيل كان عنده حب للعربيات من وهو صغير زيادة شويتين، أكتر بكتير من أي شاب بيحب أو مهتم بالعربيات، لدرجة إنه راهن نفسه إنه هيقدر يجمع كل عربيات أحلامه من كل مكان في العالم مهما كلفه الموضوع فلوس أو جهد. وفعلا فضل يشتغل ويحوش لغاية ما اشترى أول عربية في حياته اللي كانت ماركتها رينو. الكلام ده كان في الخمسينات، وزي ما تكون كانت وش السعد عليه. من بعدها فضل يجمع في عربيات من أغلى ماركات العالم، رولز رويس وفيراري وبوجاتي وغيرهم كتير. وعلى فكرة، العربيات اللي عند ميشيل دي مش شاريها منظرة فارغة ولا عشان يقول للناس إنه غني وعنده فلوس كتير. هو بيتعامل مع العربيات أكنهم أولاده بالظبط، لدرجة إن أمراء من دول عربية كتير عرضوا عليه مبالغ خرافية مقابل عربية واحدة بس من اللي عنده، لكنه عمره ما وافق مهما ضغطوا عليه. خصوصاً إن ميشيل مش بس عنده عربيات نادرة، ده كمان عنده عربيات متصنعة مخصوص. يعني مثلاً اللامبرجيني اللي سعرها دلوقتي معدي 7 مليون جنيه من غير حاجة، يجي ميشيل يطلب من المصنع شوية تعديلات كده علشان خاطر عيونه. فتخيل بقى العربية وقتها تبقى واقفة عليه بكام؟ فأكيد يعني مش هيعمل كل ده وفي الآخر يروح يبيعها. وبالرغم من كل حاجة وصل لها، لكن لسه محافظ على التواضع والبشاشة، بيتعامل مع كل الناس أيا كان السن والمركز بنفس الذوق والرقي. ولا الفلوس والغنى غيروا منه، ولا حتى فكر في يوم يطلع يتباهى بثروته اللي الناس نفسها ومنى عينها يعرفوا هي قد ايه. ميشيل من مواليد اسكندرية، ومن كتر حبه فيها دايما بيستغل فرصة وجود الفنانين في اسكندرية علشان المهرجان، ويروح عازمهم كلهم سواء عرب أو أجانب على اليخت بتاعه، وياخدهم في رحلة عشان يفرجهم اسكندرية ويفضل يمدح في جمالها. واللي مساعد في ده إنه بيعشق الفن من زمان، وكان صاحب كل الفنانين تقريبا، من أول فريد شوقي لغاية محمد رمضان. ولما بيتسأل إذا كان بيلاقي فرق بين نجوم زمان ونجوم دلوقتي بما إنه عاصر أجيال كتير، بيرد بكل تواضع وبيقول إنه بيحب يعيش كل لحظة زي ما هي، ما بيحبش يعيش في الماضي ويحبس نفسه فيه. ويمكن ده السبب الرئيسي اللي مخليه النهاردة أكتر واحد مميز وسط كل رجال الأعمال. ميشيل بيعشق تراب اسكندرية، لدرجة إنه بعد كل حاجة حققها لا سافر بره مصر ولا راح القاهرة عشان يبقى قريب من كل حاجة، ولا حتى شاف مكان هادي عشان يبقى بعيد عن الزحمة. هو فخور إنه اتولد في اسكندرية وهيمسك فيها لآخر يوم في عمره. وبعد ما بقى ميشيل أحد من أشهر رجال الأعمال في الوطن العربي، صمم إنه ما يبقاش رجل أعمال بالصورة التقليدية اللي نعرفها. فضل دايما يسعى علشان يبقى شخص مميز، شغال في صمته وبيحقق أحلامه وسايب إنجازاته اللي تتكلم عنه.